بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلوا عليه وسلموا تسليما. كراكم أخواتي وأمهاتي، إن شاء الله تكونوا قاع بخير وبأحسن الأحوال إن شاء الله. كما راكم تشوفوا جبت لكم بيتزا كوفر تجي رائعة اقتصادية بدون زبدة التوريق وبدون لحوم. إن شاء الله تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. وبلا ما نطول عليكم نروحوا للمكونات والطريقة تاع التحضير. وما تنسوش البنات من فضلكم خلوا لي لايك للفيديو إلا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. هنايا في المكونات نحتاجو كاس تاع الحليب يكون يوزن 220 مليلتر. هذا الكاس يوزن 220 مليلتر. هنايا غادي نضيف بنفس الكاس تحت النص كاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا فيه، تحت النص كاس ماشي نص كاس، تحت النص كاس تاع الزيت. غادي نضيف هنايا ملعقه صغيره تاع الخميره تاع الخبز، ملعقه صغيره اللي نسكروا بها القهوه. هنا بنفس الملعقه الصغيره غادي نضيف كاع المكونات. هنا غادي نضيف ملعقه صغيره تاع الملح تكون معمره، ملعقه صغيره ماشي الكبيره. غادي نضيف هنايا ملعقه صغيره ثاني تاع السكر. هنايا بنفس الملعقه تكيلوا بها جميع المكونات. هنايا غادي نضيف حبه تاع بيض كامله. انا اللي عندها الخل تزيد ملعقه كبيره تاع الخل، انا ما كانش عندي الخل استغنيت عليه، واللي ما عندهاش تستغنى عليه. هي من الافضل ديروا ملعقه كبيره تاع الخل غادي تعطيكم هذيك الهشاشه. هنايا ضفت ملعقه صغيره تاع خميره تاع الحلويات. ما تنسوش ملعقه صغيره تاع الخميره تاع الحلويات. وتخلطوا جميع المكونات هكا مع بعض. وهنايا نبدا نضيف في الفرينه. غادي نضيف 2 كؤوس تاع الفرينه تدري هكا دفعه واحده، ومن بعد نبدا نضيف الفرينه الاخرى تدريجيا. هنايا ضفت هذوك 2 كؤوس تاع الفرينه. غادي نوخر هذا المضرب اليدوي ونبدا نعجن في العجينه تاعنا باليد. هنايا العجينه تاعكم ما تنشفوهاش، تجي العجينه طريه ما تلصقش بزاف في اليدين وماشي ناشفه. غير قعدوا معايا هنايا نحصلوا على واحد العجينه تكون طريه ورخوه وتساعدكم وتجي هذا البيتزا ولا هذا الكوكا تجيكم رائعه. ان شاء الله تجربوها. هنايا شوفوا معايا بعد ما درنا هذوك 3 كيسان تاع الفرينه وهذا الكاس الرابع، نشوفوا الكاس الرابع شحال ترفد لنا منه. هنايا رانا تحصلنا على هذه العجينه هذه. شوفوا معايا العجينه كما قلت لكم طريه ماشي تلصق في اليدين وماشي ناشفه. شوفوا معنا الكاس الرابع ما رفدتهناش، غير رفدت لنا الربع كاس منه. غادي نغطيها ونخليها حوالي 10 دقائق ونعاود نولي لها بلا ما خدمنا الحشو تاعنا. هنايا الحشو عندنا هنايا البصل، عندي شويه تاع الزيت، ونخلو البصل تاعنا يتقلى غير واحد شويه ومن بعد نضيفوا عليه حبه تاع الفلفله الحلوه. هنا اللي ما عندهاش الفلفله ممكن تستغنى عليها. هي ثاني مقطعينها كما راكم تشوفوا كارويات صغار. ونديروا الملح والتوابل، فلفل كحل وشويه تاع الفلفله الحمراء الحلوه، ونخلوهم يتقلوا مع بعض حتى يطيبوا تماما. هنايا اللي ما عندهاش الفلفله ممكن تستغنى عليها وممكن تعوضها بالجزر. الا خفتوا الحشو تاعكم يجيكم قليل ممكن تعوضوها بالجزر. وهنايا بعد ما طابت لنا الحشوه تاعنا قربت الطيب، غادي نضيفوا عليها هنايا حبه تاع الطماطم تكون مرابيه ومطحونه في لاشوار، وتقلعوا لها هذوك العلف تاعها. ومن بعد في الاخير تضيفوا واحد نصف ملعقه تاع الكركم، وتضيفوا ملعقه كبيره تاع الطماطم المصبره. كما راكم تلاحظوا انا ما كانش عندي الطماطم المصبره، كانت عندي الطماطم الجاهزه هذيك درتها. ونخلو الحشوه تاعنا طيب. هنايا بعد ما فاتت 10 دقائق على هذيك وريحت هذيك العجينه تاعنا، خلوها 10 دقائق تريح. نعاودو نولوا لها نشكلوها ل4 كرات كما راكم تلاحظوا. غادي نغلفوهم هنايا في السيلوفان ونعاودو نردوهم للثلاجه. غادي نعاودو نخلوهم في الثلاجه يريحوا ويبردوا تماما. هكا العجينه خاصها تبرد باش تعاونكم من تجو تحلوها. هنا يتخلوها واحد 10 دقائق هكا في الفريجيدير غير من التحت ماشي في المجمد.
وتجيبوا هنايا ديروا كميه كبيره تاع الفرينه كما راكم تلاحظوا، وتبدو تحلوا في الكره تاعكم. هنايا غادي نحل الكره تاعنا نحلوها رقيقه شويه، ماشي زعما رقيقه بزاف كيما البحلاوه ولا، مي تكون رقيقه كيما راكم تلاحظوا. غادي نحلوها على هذا الشكل. وهنايا ديما ديروا الفرينه، ما ديروا لا مايزينا لا والو، غير بالفرينه وحلوا الخبزات تاعكم ولا الكرات تاعكم. هنا غادي نحلها بنفس السمك وبنفس بنفس الدائره الاولى اللي حليناها. وهنايا بعد ما حلينا الدوائر تاعنا ولا الكرات تاعنا، غادي نجيبوا اي زبده عندكم، اي زبده تستعملوها في المطبخ تجيبوها وتدهنوا بها هذا كيما راكم تشوفوا. دهنا هذيك الكره تاعنا الاولى، وغادي نحطوا فوقها هذيك الزاوجه ونعاودوا ندهنوها، ونبدو نطبقوا فيها كيما نطبقوا المسمن. شوفوا معايا طريقه سهله، هنايا تطووها كيما تطووا المسمن، وديما تستعملوا الزبده. هكا غادي نطووها، نغلفها ثاني في السيلوفان ونديرها في المجمد لمده 10 دقائق حتى تبرد تماما، وهذيك الزبده تاعكم ما تبداش تسيل ما تبداش تخرج لكم من العجينه. هنايا نجيبوها بعد ما فاتت عليها 10 دقائق في المجمد، تحسوا بهذيك الزبده تاعكم جمدت، وتبدو تحلوا فيها على الشكل كاري كما راكم تلاحظوا. هنايا حاولوا ديروها على حساب السنيد تاعكم، هنايا اللي عندها سني دائري ولا اللي عندها سني مربع ولا اللي عندكم. انا درت هذاك المستطيل اللي يدخل للفرن. غادي نحلها، هنايا تجبدوا فقط فقط كره واحده وتبدوا تحلوا فيها. انا شكلت الزوج تاع الكرات كما راكم تشوفوا، الكرات الكلواله والزوجين. هنا باش ما نطولكمش الفيديو ما وريت لكمش الطريقه تاع الزوجه تاع الكرات الزوجين من حليتهم. هنايا تجيبوا السني تاع الفرن تاعكم وتحلوها فيه كما راكم تلاحظوا. هنايا جبت هذوك الكرات الزوجين بعد ما شكلتهم كما شكلت الكرات الاولين تماما، درتهم ثاني هما في المجمد حتى جمدوا وجمدت معنا هذيك الزبده باش ما تساعدنا من نجو نحلوها وما تخرج لناش من العجينه. هنايا ثاني تحلوها على هذا الشكل هذا. لازم العجين تاعكم يكون رقيق هكا باش ما تجيكمش معجنه هذا الكوكا ولا هذا البيتزا هذه. هنا نجيبوا الحشو تاعنا ونبدا نوزع فيه على هذيك العجينه هذيك. لازم العجينه تكون رقيقه هكا باش تعطيكم هذاك الفيلتاج، وباش ما تجيكمش خشينه وتجيكم معجنه. لازم تحلوا العجينه تاعكم رقيقه. هنايا نجيبوا هذه العجينه كما راكم تشوفوا ونغطوا بها من الفوق، ونبدو نضغطوا عليها مليح في الجوانب، ونحاولوا نسقموا لها الجوانب تاعها هكا بالسكين ولا بهذيك القطعه تاع البيتزا، ونخلوها ترتاح هكا باش ما تتقلص لكمش العجينه تاعكم من تجو تقطعوها ولا من تجو تدخلوها للفرن. خلوها هنايا تحلوا العجينه من الفوق، تخلوها تريح لمده 5 دقائق ولا 10 دقائق، ومن بعد عاد تجو تقطعوها بهذا الشكل هذا وتدهنوها هنايا بالبيض، وديروا فوقها الحبه تاع الزيتون الكحل ولا الخضر ولا ممكن تستغنوا عليه، ونسخنوا الفرن تاعنا ونطيبوها. وهنايا خواتاتي بعد ما طابت البيتزا كوفر تاعنا جات على هذا الشكل هذا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكان هذا هو خواتاتي الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنسوش البنات الاعجاب بالفيديو. اخوات اللي دخلوا جدد مرحبا بكم اخواتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.